السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في درس من دروس مايكروسوفت أوفيس وورد. هذه البداية ديال الدرس ديال الفورماسيون بيغوتيك المقدمة من طرف منصة كلاس روم دوت اي سي. نبدأ على بركة الله. بالنسبة للوورد تقريبا راه كلشي كيعرف يفتح الوورد، ولكن لا داعي نعاودو نتذكرو. كتجي لهاد البلاصه هادي ابار دو ريشيرش، اولا كيبان لي كان واحد سطر بلون ابيض، وكتجي وكتكتب الكلمه تاع الوورد صافي، وكدير اونطري ها هو وكدير اونطري. بالنسبه للواجهات ديال الوورد هنايا راه كيتختلفوا. الوورد اللي كاين عندي ربما ماشيش هو الوورد اللي كاين عندك، ولكن راه كيبقى نفس البرانسيپ. الا عندك مثلا بحال هذا الوورد هذا كتلقى هاد الكلمات هنا كيما هما، يعني ديال 2019 ولا ديال 2021 ولا اشنو بالضبط. الا كان عندك ديال 2016 بلاصه هاد لا ميزون باج هادي غادي تكون ديسبوزيسيون. الا كان عندك 2013 بلاصه هاد لا كونسيبسيون غادي تكون الكلمه ديال كرياسيون، وهنا غادي تكون لا ميزون باج. كانت عندك لا فيرسيون ديال 2010 هنايا غادي تكون عندك هاد لا كونسيبسيون ميزون باج كيتجمعوا فوحدها اللي سميتها ميزون باج. اما الا كان عندك 2007 ما كتكونش هاد الكلمه تاع فيشي، وانما كتكون واحد الدويره هنايا وفيها الرمز ديال الويندوز. بالنسبه للناس اللي عارفين الاساسيات ديال الستايل، هاد الفيديو هذا بلا ما يتفرجوا فيه يمشوا للفيديو الاخر. نبدا على بركه الله. مثلا غادي نشوفوا دابا لي ستيل ديال الكتابه. اول حاجه الكتابه هنا سواء كانت بدات من اليمين او اليسار هو على حسب اشنو حاط الريغلاج ديال الميكروسوفت. كيفاش كنديروا لك الريغلاج؟ كنجي الفيشي وكنجي الاوبسيون. هنايا كاين عندي لا لونغ. اول حاجه كتلقى اللغه باش كاين الميكروسوفت اوفيس اللي هو الفرنسيه، وهنا ديال التصحيح اللغوي او الكتابه. الا بغيتي مثلا العربيه كدير عرب، واللي ما لقى هنا العربيه راه العربيه ما مزيداش في بيسي عنده، غادي يجي لهاد البلاصه هادي وغادي يدير اجوتي اي لونغ وغيختار شي لغه، اللغه العربيه من وسط هاد اللغات هذا، وخاص يكون لا كونيكسيون باش يتيلاشارجيها. انا مثلا درت العربيه درت اوكي. في هاد الحاله هادي كتكتب غتحول اللغه العربيه وغادي تكتب عادي جدا. وهنا راه كتكتب لك العربيه، اولا تجي لهاد البلاصه هادي. هاد الجوج هادو كتحاول الا كانت الكتابه من اليمين الى اليسار اولا من اليسار الى اليمين. هذه الفرنسيه وهذه العربيه. علاش؟ لانه كيصحح لك. علاش هنا اختارينا اللغه العربيه؟ اختارينا اللغه العربيه باش يقدر انه يصحح لنا حتى كما مكتوب هنا لا فيريفيكاسيون لانغويستيك دوفيس، يعني يصحح لنا حتى الكتابه باللغه العربيه. كما شفتوها هي كتبتها هنا عطانا كتبتها عطانا باللون الاحمر. شكون هما الكلمات اللي قراب ليها؟ كدير لو بوطون ضربه كتشوف الكلمات اللي قراب ليها باللغه العربيه. ها هي بيتو وغاديه بحال هكا. غنجي لهنايا غادي نحول الفرنسيه لان لا فورماسيون عندنا فرونسي. الاكثريه كيخدم اللغه الفرنسيه وقليل اللي كيخدم اللغه العربيه. دابا الكتابه راه كتكون عاديه، ولكن الكتابه كتكون عندها
المقاس، الشكل، النوعية ديال الخط، ما الى ذلك. هنايا عندنا الخطوط. بالنسبه لهاد الخطوط هادو الا كتاريه كيختار هو اصلا كتجي اريال ولا كتجي كاليبري اوتوماتيكمون على حسب لا فيرسيون كيفاش دايره. ولكن الا كان عندك شي خط ولا بغيتي شي خط تقدر انك تيليشارجي. غادي نوريكم من بعد كيفاش نقدروا اننا نزيدوا الخطوط. غنخليها اريال الاحسن، وغادي نكتب الكلمه ديال فورماسيون. هنا كتبتها ماجيسكيل بيروتيك. غنقول لكم علاش كتبتها ماجيسكيل. غنسيليكسيونيها، سيليكسيوني اما نضغط على 2 مرات او 4 المرات كتسيليكسيونها كامله. الا ضغطتي 2 ديال المرات كتسيليكسيونيها كلمه، كملتي 4 ديال المرات كيتسيليكسيونا، اولا 3 ولا 4 على حسب كيفاش كتسيليكسيونا التكست كامله. اولا كنجي في الاول ديالها وكندير بحال هكا وكنسيليكسيوني، كنجرب لا سوري وكتسيليكسيوني. هنا هذه لا طاي او لا الحجم ديال الخط. بالنسبه لهذا الحجم ديال الخط كاين عندنا 8 9 10 11 14 12 14. هنا زقلو 13 ما كايناش. انا اوريكم كيفاش ديروا تزيدوها. الا بغينا مثلا شي حجم تاع شي خط ما كاينش هنايا، بغينا الرقم ديالو كنجيو لهنا وكنكتبوه عادي. هاني مثلا دا 13 وكندير اونطري. هنايا بندير مثلا 13 وغندير فاصله وغندير 5 وغندير اونطري. اللي ما خدمت لي الفاصله يدير النقطه، حيت كل فيرسيون اشنو كتطلب منا. هنايا هذه تقدر انها تزيد، كتزيد الخط هذا ولكن باش كتزيد بهاد المستويات اللي كاينين هنا. يعني الا كانت 24 كدوز 26، كانت 26 دوز 28. عندك كتزيد وكتنقص هذه كذلك بدوك المستويات اللي كاينين. اما بالنسبه لهذه فهي كتحدد ليا كما مكتوب عندنا تما الماجيسكيل او دوبي دو لا فراز. يعني الحرف الاول الماجيسكيل خاصو يكون فورماسيون، خاص اف الاولى خاصها تكون ماجيسكيل هايا، واللي بقى غادي يكون مينيسكيل. مزيان. هنا كل شيء الكتابه كتكون مينيسكيل، هنا كل شيء الكتابه كتكون ماجيسكيل. يعني من خلال الكلمات هنا كيفاش مكتوبين الا وانك كتحددهم بالضبط. ثم عندنا هاد لابوطون. هادي اشنو كدير هاد لابوطون؟ هادي الريسيت. ما معنى الريسيت؟ الريسيت هي انها كدير ليا التكست بار ديفو كيما كيعطيني الوورد في الاول. غنكليكي عليها كتسيليكسيوني لي جميع الكتبه، كدير افاسي تو لا ميزون فورم. يعني اي ميزون فورم زدتي سواء كان نوعيه تاع الخط او لا الحجم ديالها او لا ديتيها غليظه ولا رقيقه، فهذه كدير بحال هكا وكترجع لك داكشي ستوندار. هذه مفهومه. نحاول نزيد شويه باش تبان لكم. هنايا عندنا اونغرا. اشنا هي اونغرا؟ اونغرا هي الكتابه كتكون غليظ. هذه ايطاليك يعني الكتابه مايله، وهذه سوليني الكتابه كتزيد عليها سطر من التحت. هنايا راه مزيان. كاين كذلك السوليني، تقدر انك دير 2 الخطوطه او دير خط تقليد او دير خطوط متقطعه وتكمل. هنايا كتسطر على الكتابه بحال هكا كتضرب عليها. دابا غادي نشوفوا هادو اللي كاينين هنا اللي هي لانديس ثم ليكسبوزون. هادو اللي كتستعملهم مثلا بحال الناس اللي كيخدموا الشيمي بيكتبوا الرمز ديال الماء اللي هو اش دوزو، كيديروا اش وكيكليكيو على هذه وكيكتبوا 2 وكيديروا كيعاودوا يكليكيو عليها باش يديزاكتيفوا لانديس وكيديروا هذا اش دوزو. الناس اللي كيخدموا الرياضيات مثلا بغا يكتبوا اكس اس 2 ولا اكس اس 4 كيديروا اكس وكيكليكيو على هذه اللي كاين هنا وكيديروا اس 4، كيكليكيو على 4 ومن بعد كيعاودوا يكليكيو عليها باش
ترجع الكتابة عادية. مفهوم؟ بالنسبة لهادو فهي كتعطيني آه كما كتشوفوا. هادشي ما كيبانش في الامبريسيون، يعني في الطباعة ما كيبانش. يستحسن انكم كاع ما تستعملوه غير الا بغيت ديروا شي كتاب نيميريك، يعني بي دي اف يتصيفط بالتليفونات، غادي يبان هاد الستايل هذا. اما في الطباعة ما ظنيتش بانه كاع انه غادي يبان. غنشوفوا هادي كتلون ليك الكتابة. كتجي لهنا لهاد السهم هذا وكتختار اللون تاع الكتابة اللي بغيت تلون، مثلا شي حاجة بغيتي تحددها، شي فقرة بغيتي تحددها، الا وانك كتكليكي عليها وكتلون. ثم عندنا هاد كاين اللي كيفرق ما بين هادي وما بين هادي. هادي كتلون ليك الخلفية ديال الكتابة، وهادي كتلون ليك الكتابة. مثلا هاد الفورماسيون هادي بحال هكا غادي نردها باللون الاحمر، ثم هاد بيغوتيك هادي غادي نردها باللون الاخضر. فهمتي؟ دابا هادي كامل اللي هنايا ساليناه، هي سميتها البوليس. هذا كيتسمى الرمام ديال البوليس. دابا في الدرس المقبل غادي نشوفوا هاد الربان هذا ديال كوبي كولي. الدرس الاول كان طويل واحد شويه، ولكن الا كان المبتدئ خاصو ضروري يستافد. نشوفكم في الفيديو الجاي. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.